السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالكم إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ورجعت لكم فيديو جديد وصفة جديدة وهي وصفة الكبدة على الطريقة الباكستانية. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. في البداية نقوم بتقطيع الكبدة إلى مكعبات، بعدين نخليها في الماء لمدة 5 دقايق مع ملعقة خل. الخل يساعدنا في تنظيف الكبدة، يخرج كل الدم الموجود فيها ويخليها نظيفة تماما. شوفوا هذه النتيجة. وبعدين نيجي نسخن حوالي كوب من الزيت، نضيف عليه حبتين من البصل المبروش، ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. نقلبهم ونحمرهم حتى أن يأخذوا اللون البني الفاتح بداية اللون الذهبي. هذه هي الطريقة. بعدين نضيف حوالي حبتين من الطماطم المعصورة، نخلي الطماطم تغلي لمدة 5 دقائق. في هذه الحالة تكون الكبدة في مصفاة مصفى مشطفة مغسولة نظيفة. بعدين نضيف البهارات، فلفل أحمر وكزبرة ملعقة ونص، وملعقة من الكمون، وملعقة من الفلفل الأسود مع الفلفل الأبيض. نخلطهم كلهم مع بعض ونضيف الكبدة. نخلط كل الكبدة مع الطماطم والبصل، نخلطهم تمام. بعدين نغطيهم لمدة 10 دقايق. في هذا الوقت أنا ما أضفت الملح، أن الملح يأخر في نضج الكبدة ما يخلي. أنا بعد 10 دقايق كل الماء نزل من الطماطم والكبدة والبصل. النار تكون تحت الوعاء بالبداية تكون متوسطة. لما يكون الماء زيادة نرفع شوي عشان الماء كله ينشف. وأضفت بالأخير من أوراق الحلبة الناشفة، وأضفت الملح. أنا تكون معانا جاهز. وهذه هي النتيجة. أتمنى أن أنتم تستفيدوا من الفيديو ومن الوصفة، وأتمنى أن الفيديو يعجبكم. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك للفيديو، وما تنسوا الاشتراك في القناة. اللي أول مرة يشاهد الفيديو مش يشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلوا كل جديد. وانتظرونا في فيديو جديد وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.